من سوري حر نطالب الحكومة السورية الجديدة الاعتراف بالصحراء المغربية ووحدة تراب المملكة المغربية الشريفة، ردا للجميل للمملكة المغربية والشعب المغربي العظيم لما فعلوه مع إخواننا الثوار في سوريا، وموقفهم الثابت مع الثورة السورية من بدايتها. فكلنا نعلم الموقف الثابت لجلالة الملك محمد السادس نصره الله ضد النظام المجرم بشار الأسد منذ اندلاع الثورة من عام 2011 إلى يومنا هذا، ودعمه للثوار والثورة السورية. وكي لا ننسى ما فعله صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع الشعب السوري المسكين المهجر من ظلم وطغيان النظام المجرم بشار الأسد، وزيارته إلى مخيم الزعتري، وكلنا نعلم بهذا الشيء، وكلنا قد رأينا ما فعله جلالة الملك محمد السادس مع المهجرين السوريين الذين كانوا في مخيم الزعتري في الأردن، عندما هبط بنفسه إلى مخيم الزعتري وقدم لهم المساعدات، الشيء الذي لم يفعله أي رئيس وأي ملك لا قبله ولا من بعده. كلنا لقد رأينا هذا الشيء، وكلنا قد علمنا بهذا الشيء. ولكي لا ننسى وليعلم الجميع أن المملكة المغربية الشريفة الدولة الوحيدة التي لم تبني خيمة للشعب السوري، الدولة الوحيدة التي لم تعير السوري باللاجئ، الدولة الوحيدة التي لم تعامل السوري بإهانة أو أي عنصرية، بل العكس، كانت تعامله كابن البلد وأكثر من ذلك. والشاهد على ذلك هم الأخوة السوريين الذين يعيشون في المغرب يشهدون على كلامي. وأتمنى أن يصل هذا الفيديو إلى الأخوة السوريين الذين يعيشون في المغرب، ويطلعوا ويتكلموا عن هذا الشيء، إن كان واحد منهم تعامل بعنصرية من قبل شخص مغربي واحد أو سمي باللاجئ من قبل شخص مغربي واحد. أنا أقول وأنا أشهد على كلامي وأنا مسؤول على كلامي، فليطلعوا السوريين ويشهدوا على هذا الكلام، السوريين الذين يعيشون في المغرب. ولكي لا ننسى أيضا ما فعله الملك محمد السادس تجاه السوريين الذين هجرتهم الجزائر وطردتهم الجزائر من بلادها ورمتهم في الحدود مع المغرب في عام 2016، وعندما أمر الملك محمد السادس بفتح الحدود لهم وإدخالهم إلى المغرب. وهذا الشيء أيضا يشهد عليه السوريين الذين كانوا في هذاك الوقت موجودين ودخلوا للمغرب وتعاملوا بأحسن التعامل. وأيضا كي لا ننسى عندما فعلت نفس الفعل الجزائر والحكومة الجزائرية ورمت السوريين في صحراء النيجر، وأمر الملك محمد السادس بإحضارهم إلى المغرب وأدخلهم إلى المغرب وتعاملوا بأحسن المعاملة وأطيب الإكرام، أكرمهم الشعب المغربي. وأيضا كي لا ننسى الموقف المشرف لجلالة الملك محمد السادس ضد النظام المجرم بشار الأسد، عندما أقرت جميع الدول العربية بإعادته إلى الجامعة العربية، وهو الوحيد الذي لم يوافق على هذا القرار. وأيضا كان له الموقف المشرف قبل سقوط النظام المجرم بأيام قليلة، عندما أفشل اجتماع القمة العربية من أجل بقاء بشار الأسد في الحكم، وكان له الدور الكبير في سقوط النظام بدعمه للثورة والثوار. وأيضا كلنا لقد رأينا فرحة الشعب المغربي، رجال وأطفال ونساء وكبار وصغار، بسقوط نظام الأسد المجرم، وكأنهم هم من تحرروا من هذا الطاغية، وكأنهم هم من كانوا يحكمهم هذا النظام المجرم، وهم من تحرروا. فالدولة الوحيدة والشعب الوحيد الذي فرح معنا وكأنه هو من كان يعيش تلك المعاناة والمآسي وهم من تحرروا هو الشعب المغربي العظيم. فالمغاربة لهم فضل علينا وعلى الشعب السوري. فكلنا لقد رأينا مؤخرا في مدينة حلب بعد تحريرها
الجمعية الخيرية المغربية المقيمة في بلجيكا، مساعدتها وتقديمها الخبز للشعب السوري. فنتمنى رد الجميل بالجميل بأحسن منه من الحكومة السورية الجديدة. نطالب الحكومة السورية الجديدة الاعتراف بوحدة تراب المملكة المغربية الشريفة والصحراء المغربية، ونتمنى في أقرب وقت أن نرى العلم السوري الجديد، علم الثورة، برفقة العلم المغربي في قلب الصحراء المغربية. ونطالب أيضا الحكومة السورية الجديدة بقطع العلاقات نهائيا مع الحكومة الجزائرية والدولة الجزائرية، فكلنا نعلم وكلنا قد رأينا بأم أعيننا الدعم الجزائري، الحكومة الجزائرية للنظام المجرم بشار الأسد إلى الرمق الأخير واللحظات الأخيرة، وهي تدعم النظام السوري المجرم بشار الأسد، فلقد دعمته معنويا وماديا وحتى بالمقاتلين. وخير دليل على ذلك عندما قبضوا الإخوة الثوار أثناء تحرير سوريا على جنود جزائريين يقاتلون برفقة الحشد الشعبي والميليشيات الإيرانية الشيعية. وكلنا نعلم أنها لم تعترف يوما بالثوار، بل كانت تطلق عليهم اسم الإرهابيين. وكلنا لقد رأينا بأم أعيننا ما فعلته مع السوريين الذين هربوا من ظلم النظام المجرم بشار الأسد ودخلوا إلى بلادها ووضعتهم في السجون أو رحلتهم إلى الصحراء. فنطالب الحكومة السورية الجديدة المطالبة بالأخوة السوريين الموجودين في سجون الجزائر وقطع العلاقات نهائيا مع الحكومة الجزائرية والدولة الجزائرية إلى أن يتبدل هذا النظام المجرم وتتبدل سياسة القمع. فنحن الشعب السوري الحر لن نقبل ولن نرضى أن نضع أيدينا بأيدي من تدعمهم إيران ومن كانوا يدعمون النظام المجرم بشار الأسد وشاركوا بقتل الشعب السوري وسياسة حكمهم القتل والقمع والتعذيب. فكلنا نعلم ما هو هدف إيران تجاه السنة. نتمنى من الحكومة السورية الجديدة تحقيق مطالبنا، وأتمنى أن لا تخذلونا. عاشت سوريا حرة أبية، وعاش الملك محمد السادس، وعاشت المملكة المغربية الشريفة والصحراء المغربية.